في أجواء كلها حب وصداقة احتفلت الفنانة ليلى علوي والفنان بيومي فؤاد بالعرض الخاص لفيلمهم الجديد المستريحة، وكمان حضر العرض عمرو وهبة ومحمد محمود ومحمد رضوان والمخرج عمرو صلاح والمؤلف أحمد جلال والمؤلف أسامة حسام الدين. وظهور خالد بن ليلى علوي كان مفاجأة العرض الخاص لفيلم المستريحة، واللي لفت الناس أكتر إنه ما فارقش مامته ولا لحظة ودايما واقف جنبها. وخطفت ليلى علوي أنظار الجمهور بخسارة ملحوظة في الوزن، أما بيومي فؤاد فكان باين عليه التعب وما قدرش يقف كتير على رجليه ودخل الفيلم على طول. فيلم المستريحة هو خامس تعاون بين بيومي فؤاد وليلى علوي بعد النجاح الكبير اللي حققوه مع بعض سواء في السينما أو المسرح مؤخرا. بتدور أحداث فيلم المستريحة في إطار كوميدي حوالين شخصية شاهيناز المرعشلي اللي بتقدمها ليلى علوي، وبتقرر شاهيناز ترجع من السفر بعد 20 سنة وبتعمل خطة عشان ترجع الماسة اللي سرقتها وضاعت منها. شاركونا في التعليقات وقولوا لنا يا ترى متحمسين بنسبة قد إيه لفيلم المستريحة؟